السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنعمل الكب كيك بشكل مميز جدا هيرضي كل أطفالنا. كل الأطفال اللي ما بيحبوش ياكلوا الكيك من هنا ورايح هياكلوا الكب كيك. عايزة أقول لكم إن المقادير بسيطة جدا متوفرة عندنا كلنا في البيت. هنعمل كمية كبيرة جدا من الكب كيك، مش هتصدقوا إن معقولة بالمقادير البسيطة دي طلعنا كل الكمية دي. تابعوني لنهاية الفيديو واحنا هنشوف مع بعض. في البداية أنا حبيت أوريكم إن الصواني الكب كيك أنا بحط فيها قوالب الكب كيك، برصها كده في البداية عشان يبقى جاهز معانا بمجرد ما نمزج الخليط بتاعنا. أنا هاشتغل النهاردة بصينيتين، يعني أنا صينيتين بيبقوا كافيين للكمية اللي أنا هاعملها، وحتى لو هاعمل أزيد من كده أنا باحب أشتغل بصينيتين لأن الصينيتين بادخّلهم الاتنين مع بعض الفرن. قوالب الكب كيك طبعًا إحنا بنجيبهم من أي محل حلواني، أو اللي هي محلات تجهيز التورت والجاتوهات والكلام اللي زي كده. النهاردة هنشتغل ب3 بيضات. في البداية خالص زي ما اتعودنا إن أنا باضرب البيض من غير فانيليا علشان ريحة الفانيليا ما تروحش مني. في الوصفات اللي زي دي أنا بافضّل البيض الأحمر. ليه بقى؟ البيض الأحمر يعني كميته بتبقى أزيد شوية، يعني بيدّيني كمية أزيد شوية، لكن أنا لو باشتغل ببيض أبيض للأمانة أنا هاشتغل ب4 بيضات، لو بيض بلدي هاشتغل ب4 برضه، لكن البيض الأحمر باشتغل ب3 فقط لا غير. بعد ما ضربت البيض يعني نفش معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه، ببدأ ان انا احط السكر. بحط كمية سكر قد ايه؟ كوباية ونص من السكر. وبحط السكر مش مطحون، بحطه صحيح زي ما اتعودنا ان اي نوع يعني في اي وصفة لو ينفع ان انا احط السكر صحيح بحطه صحيح من غير ما اطحنه. بحط معايا كوباية ونص. بعد ما ضربت الاتنين مع بعض واللون بيبدأ يفتح معايا هنا، بقوم أحط الفانيليا وبحط كوباية إلا ربع أو يعني كوباية إلا حاجة بسيطة خالص من السمنة. طب لو عندي زيت، ما عنديش سمنة بتستخدمي زيت مفيش أي مشكلة، بس أنا بحب السمنة، يعني السمنة بتدي تيست حلو للكيكة. بعد كده بابدأ إن أنا أحط الدقيق معايا. باحط قد إيه دقيق؟ باحط كوبايتين ونص من الدقيق. حطيت أول كوباية، تاني كوباية، النص كوباية يعني أنا جيت لقيت مفيش غير يادوب هما معلقتين ففتحت كيس تاني. المهم هما كوبايتين ونص من الدقيق. بعد كده بضيف عليهم كيس الكيك شيف وبقلبهم مع بعض. يعني في اللحظات اللي زي دي أنا بقلب من غير ما شغلت المضرب، يعني بقلبهم بس كده مع بعض علشان الدقيق ما يفردش معايا أو يطير معايا لما أجي أشغل المضرب. بعد كده باحط هي كوباية لبن واحدة فقط لا غير، كوباية لبن. طيب أنا يعني في بعض أنواع الدقيق بتحتاج سوايل زيادة، يعني هي بتحتاج معايا ما بين كوباية وكوباية وربع من اللبن. أنا هنا لأن الدقيق عندي نوعيته كويسة فهي يدوب كوباية واحدة فقط من الدقيق كانت كافية زي ما انتوا شايفين هنا. عشان هو ده قوام العجينة. زائد إن علشان تعرفي إن العجينة ناجحة معاكِ بتلاقي فيها فقاعات كده من فوق. لو ما عملش معاكِ الفقاعات دي اعرفي إن العجينة لسه ما زالت تقيلة معاكِ، فزودي لبن بسيط. ده كله بيرجع لنوع الدقيق، يعني إحنا مقاديرنا ثابتة ولكن اللبن هو اللي بيختلف على حسب نوع الدقيق. بابدأ إن أنا أحط الخليط بتاعي في الفوارغ، علشان كده أنا لما باحب باشتغل في طبق ليه بوز كده من قدام علشان لما آجي أصب في الفوارغ يطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. وعايزة أقول لك إن الكمية اللي أنا باعملها بتطلّع لي هُم صينيتين مضبوطين بالضبط. وأنتِ بتصُبّي العجينة بتاعتِك في القوالب طبعًا بتسيبي يعني مسافة بسيطة صغيرة خالص علشان الكيكة لسه هتنفش معاكِ في الفرن. وبعدين أنا عايزة أقول لِك إن إنها مش بتطوّل في الفرن زي الكيكة العادية، يعني هي بالضبط ربع يعني تِلت ساعة وبتبدأي تشوفي الفرن بتاعِك وتشغّلي الشواية من فوق. في البداية طبعًا بتشغّلي من تحت فقط لا غير، على درجة حرارة 170 وبتسيبيها يادوب هي تِلت ساعة بس.
عايزة أقول لِك هنا بقى شوفي الطريقة اللي أنا عاملاها دي، الفرن شغال معايا، شايفين الفتحتين اللي موجودين الفتحات بتاعة البوتاجاز دي، دي بتطلّع اللي هو السخونية بتاعة الفرن. فأنا باحط الشوكولاتة علشان أسيّحها زي ما أنتم شايفين، باحطها كده في الفناجين، وباحطها في المكان ده بحيث إن على أمّا الفرن يخلّص تكون الشوكولاتة ساحت، بدل ما أعمل لها حمام مَيّة وأبدأ إن أنا أفُكّها. زي ما أنتم شايفين كده، ده الcupcake كيك بعد ما طلع معايا من الفرن هو أخد لون زيادة، يعني لو فتحتيه عن كده يبقى أفضل شوية، لكن هو أخد لون زيادة معايا شوية. الشوكولاتة البني لإن كنت عاملة منها بكمية قليلة فهي أول حاجة فكِّت معايا، وعايزة أقول لِك لو هي ما فكِّتش معاكِ كلها بعد ما خلصتِ الcupcake بتقومي جايباها كده وتدخّليها الفرن ما فيش دقيقتين 3 وهتلاقيها ساحت معاكِ وبتطلّعيها، تبدئي تحُطّي عليها يعني نقطتين 3 زيت بسيط خالص كده وتقلّبي علشان الكاكاو يفُك معاكِ بسيط. طبعًا التزيين ده شيء يرجع لِك، وعايزة أقول لكم إن أنا ما عنديش أدوات تزيين كتير، لإن أدوات التزيين دي أنا الcup cake مش باعمله في الصيف علشان العيال بيزهقوا منه خلال فترة الدراسة، يعني أنا طول أيام الدراسة وأنا باعمل الcup cake ده، فتلاقي كل حاجته وكل التزيين بتاعه موجود عندي بأشكال وألوان كتيرة جدًا أيام الدراسة. هنا خلصت الشوكولاتة البيضة، باجيب الشوكولاتة البني زي ما انتوا شايفين حطيت عليها نقطتين زيت، وبعدين حسيت انها تقيلة فهبدأ اخفف تاني بالزيت لغاية ما القوام يبقى قدامي الى حد ما كويس، ما تبقاش خفيفة او ما تبقاش تقيلة في نفس الوقت. ببدأ ان انا ازين كل الكب كيك اللي معايا، والفرماسيل ده يعني اصبروا بس كده لأيام الدراسة لما انزل اشتري فرماسيل هتلاقيني باشتري أنواع كتيرة جدًا وأشكال وألوان كتير، العيال يعني اللي هي كل يوم أنا عايزة ده، أنا عايزة ده، أنا عايزة ده، بيبقوا عايزين ياكلوه علشان شوية الحبشتكنات بس اللي إحنا بنحطهم فوق الcupcake كيك ده. كده الcupcake كيك خلاص أصبح جاهز معايا، بتبدئي إن أنتِ تسيبيه بس إن هو ينشف، يعني الشوكولاتة تنشف على الcupcake كيك وتشد نفسها كده بحيث إن هي خلاص ما تبقاش سايلة. وكده خلاص أصبح الكب كيك جاهز معانا. بتبدأي تحطيه في اطباق وتلفيه بالورق استرتش وتعينيه في التلاجة بيقعد معاكي الأسبوع كامل ولا بيجراله أي حاجة. في النهاية لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني الفترة الجاية